العيد بدا عنا من نهار 3 من المغرب فازت بالكاس، واليوم ثاني نهار في العيد، وغدوة باش يكون الثالث من بعد ما الجيش الملكي والترجي الرياضي التونسي خرجوا الفراعنة من مصر وأمام جمهورهم. A few moments later. مليون مبروك لاخواتنا المغاربة. الجيش الملكي يقصو نادي بيراميدز من قلب القاهرة. A few moments later. حرام عليك يا ترجي، كفاية عايز أعيش من غير فضايح. Le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération montréalaise de football. ومبروك المغرب بطل افريقيا. يا شريف، المغرب بطل كاس افريقيا 2026. خوتي كي لا راكم تسمعوا ولا ما راكمش تسمعوا، راه قال لك المرار راهم بداو كاس افريقيا. واش راه التمهبيل هذا؟ أقرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن منتخب السنغال خاسرا أمام المغرب بثلاثية دون رد في نهائي كأس أفريقيا. رسمي خلاص. الحمد لله. منو بطل كاس افريقيا؟ المغرب. لا تخلي العيد ينسيك فرحة كاس افريقيا. ربحنا كاس افريقيا. ما تخاف، ما تدهش، ما تبوجي من بلاصتك. المغرب رسميا فائز بكاس افريقيا ل 2025. اللقب تسحب من منتخب السنغال ورجع المنتخب المغربي. خوتي واش غير هضره صحيحه اللي راني نسمعها ولا ويلي؟ رجع يا حبيبي شي بس ما وقع. رجع لينا كاسنا. صاحبي ماني، درتي السيلفي وعشتي اللحظة يوانود على سلامتك. طبقوا عليهم القانون للفصل 84 من القانون ديال الفيفا ان اي منتخب كيغادر رقعة الميدان بدا ما يهضر مع الاربيط كيتعتبر انه منهزم 3-0. يعني بشكل رسمي المنتخب المغربي هو بطل افريقيا 2025. ظهر الحق، حق أسود الأطلس وحق المغرب رجع. ظهر الحق وزهق الباطل. كيفاش ربي ما ينصرناش؟ الحمد لله ما ضاع حق وراءه طالب. الآن المغرب هي بطل افريقيا برغم ان السنغال فازت في الملعب ورفعوا البطولة والى اخره. لا خلاص، الآن البطولة رسميا للمغرب. واخيرا انتصر الحق الاخوان. الفرحافين في المغرب والعازفين في الشيراطون. ثم قال ماذا؟ ولكن في كمية صياح من العالم الآخر وبعض الأشقاء. ضحكوا علينا وقال لك مفيش ماتشات بتتعاد، طلع في بطولات بتتسحب. قال لك المروك عطاوهم من كوب دافريك. وين راهي الكاس؟ لم أراها. أين؟ إمتى؟ أحلام العصر. بشوية عليك، خد نفس. بغيتي تعرف الكاس فين هو؟ راه عند راجل أمك في السنغال عساس عليه. فاش الرجال غيساليو الإجراءات اللازمة وغيمشيو يجيبوه. بين لي باك سنغال يا مسقط الوالدين، حيت شفت كازك النفس على الكاس كثر من السنغاليين. الله اكبر. خوتنا كش نهار سمحتوا بها هذه تبهديله وزدتوا بهدلتوا برواحكم. الموضوع مش طبيعي، الموضوع غريب جدا وعجيب جدا. انت مش فوزي الاكجر، انت فوزي الاندرتيكر. عملتها ازاي دي؟ مش قصدي حاجه يا جماعه والله، بس بجد الموضوع مش داخل دماغي ومش مستوعبه لحد دلوقتي. ما تفهمش ازاي وليه، بس هم قرروا الكلام ده. ده سوادي، ده الشعب الجزائري هيروح فيها، هيتجلد. انا اول مره في حياتي اشوف فريق بياخد بطوله زكاه فطر طبقا للماده 84 في القانون. 84,000 دولار اكيد طبقا لمبدا زكاه الفطر. وعسى فيهم حزن أكثر من السنغاليين. خدوا البطوله ازاي؟ ده انا حق اخد البطوله. هل ايه؟ عشان السنغال طلعت بره الملعب ورجعت تاني. انت بتتكلم جد؟ علشان السنغال انسحبت 10 دقايق ولا 5 دقايق، وشوف سبحان الله بعد شهرين ولا شهرين ونص خدوا القرار ده. يعني ايه يعتبروا السنغال انسحب من ماتش الحكم بتاعه ما اعلنش انه خلص؟ صراحه دي كوميديا ما بعدها كوميديا. ما كناش كامل نستناو فيها خاوتي لحد الان. لا فيريتي ما سنيتش انه راح يكون قرار من الكاف بهذه الطريقه انه يلغي تتويج منتخب السنغال ويعطي الكاس الى المغرب. طب هل المغرب تستحق اصلا كاس الامم؟ لا والف لا. ما عطلي وما يركضوا ولا ما يركضوش.
وغادي نرجعوا عاوتاني نشوفوا المؤامره والكولاسه والغرف المظلمه. لازمنا دقيقه صمت صاحبي احتراما للقجع، احتراما لفوزي القجع شريكي من الاخر. انا لما اقول لك ان فوزي الاقجع فاسد تعرف ان انا صح يا ابني والله. ابشي وقول فوزي الاقجع. كده المغرب خدت كل حاجه. خوتي تاخذوا رايي ما نزيدوش نلعبوكم بدافريك هذه. هي الاولى نوض جالس كدير عاضين عليك مصيفط لك عوده عرقانه دقع. فهمش دوك المغاربه يا المغاربه راه يقولوا راكم فرحانين. مش مبسوط مش كده؟ لا انا مبسوط قوي يا عبد الحميد. لا اله الا الله لا اله الا الله. بس حبيبي بس سمحوا لي المغاربه انتم صح ما تحشبوش. احنا طالعين برا طراباج وبنادم حاسدنا. الصحافة ديال زيكو اليوم ما غادي ينعسوا ما غادي يشوفوه. الإعلام الجزائري ما غاديش ينعس هاد الليلة. ولو أنه الفوز تما ما يجيبلكش الصحة ما يجيبلكش التعليم وما يجيبلكش مرتبة مشرفة في الاقتصاد وما يرجعلكش 6 مليون. ما تبقاو تنبحوا راه ما كاينش لا يجاوبكم، حنا ما مسالينش نتعاطاو معاكم. ترى والله جات تموتوا بالسم ديالكم وبقاو تابعين المغرب. كيما المغرب داير لاصق لهم هنا داير لهم شوكه في الحلق ما يتصرط لهمش المغرب. جوارينا لقيتوها جيراننا شويه لاباس تنعسوا اليوم ولا ما غاديش تنعسوا؟ والله لا نعس شي واحد فيهم اليوم بالرب ولي نعس غادي يباتوا بلا نعس. شي وحدين الليله اللي السنغال دات فيها كاس افريقيا اللي ماشي ديالها، شي وحدين خارجين. الجماهير الجزائرية إلى احتفالات عارمة بهزيمة المخزن وسقوط مخططاته، والذي أفسد أعرق منافسة وحرم شعبه فرحة التتويج بسبب ألاعيبه وخبثه. اللهم لا شماتة في خوتنا المغاربة. خسرتوا. المروكي نقول لك حاجة، انت هادي 50 سنة ما شتات وما راح تشوفها وبلا حرام بلا حرام ما شتاش باش تفهم ما ديتهاش. كل يوم نفهموا شو نقولوا الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي اللي ما تجيناش كيما هذا. شو يقولك دائما شوف تحتك باش تحمد ربي، انا نشوفوا تحتنا دائما. بتحطي نفسك في مواقف بايخه. وفرحه للبيع للعطايه ديال النظام الجزائري والعطايه ديال الشعب الجزائري. شنو هو الشعور ديالكم الان؟ المملكه المغربيه كتضرب واحد جوج جماعات هنايا فابور. هذا سمعت باللي كانت الوصيه تاع الناطين قبل ما يموت، كانت هذه هي الوصيه تاعو، قال لهم اذا راكم حابين نرتاح في قبري عطوا لهم المراكاك بدافريك وقولوا لي زالجيريا اكتيفوا معهم خاوه. الجزائريين غيهبلوا دابا خليتهم تبقى العيد 3 ايام غيهبلوا. انا شربي هنا عليكم والله. هما راه كانوا باغيين يعاودوا الماتش مع الكاميرون وما بغاوش ليهم، اما حنا عطاونا الكاس نيشان قلنا ما تعاودوا لا ماتش تعذبوا راسكم لا تلعبوا. كتشوف واحد مكمل عليه وكيزيد يكمل عليه. لا صحراء لا قفطان لا كاس العرب لا حول ولا قوة الا بالله. والله لا فرحان بالله. الف مبروك للمغاربه. كنحمد الله ونشكروا رجع لينا حقنا. حنا طلبنا غير حقنا، حنا ما طلبناش شي حاجه، حنا ما ادينا بنادم، ما بغينا نتعداو على بنادم ولا بغينا نديو ديال بنادم، حنا بغينا غير حقنا. والفضل كيرجع كله باش ما نكونوش منافقين كله الى السيد فوزي القجع، الرجل المناسب في المكان المناسب. دابا درتي خدمتك، هذه خدمه نقيه ديال الاداره. تحيه للجامعه الملكي كرة القدم وعلى راسها السي فوزي القجع. كنوجه تحيه للسيد فوزي القجع على القتاليه ديالو، على العز اللي جايب لينا. شوف راه واخا نقولوا اللي قلنا راه ما غنردوش لك ولو شويه من هذاك الشيء اللي كدير اخويا، تدير خدمتك الرجل المناسب في المكان المناسب.